صباح الخير البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا اليوم حبيت ندير معكم روتيني الصباحي تاع عطله الاسبوع، يعني تاع الويكاند. واش ندير اكزاكتومون؟ بالنسبه للبنات اللي راهم جدد معنا نقول لهم مرحبا بكم. ما تنساوش تابونيو في القناه وتفعلوا الجرس هكذا باش يلحقكم كل جديد. انا بالنسبه لي دوكا راني نوجد في البتي دجنه تاعي، يعني مع الصباح واش ناخذ ديتو. كيما انا عندي هاد الايامات راني ناخذ لي فلوكون دافوان. هذا سي لو سون دافوان، يعني يجي مرحي. هذا انا نستعمله في المعجنات في الخبابز وكلش. وكاين هذا هو اللي ناخده في فطور الصباح، هاوليك يجي شويه خشين. مع بديت الريجيم وكلش بون ما نقولوش بديت الريجيم 100%، مي بديت نولف روحي مع الصباح، جونغ ما نشربش قهوه، ما ناخذش الكاطو وكلش. دونك بشويه بشويه الفطور راهو مازال هو. هنايا درت كيما راكم تشوفوا كميه تاع لي فلوكون دافوان، زدت عليهم كميه تاع حليب تاع سيلوات 0% ماتيير غراس، يعني المواد الدسمه ما فيهش. نتوما تقدروا ديروا ياغورت ناتور، وهنا تزيدوا نيمبورط كال فاكهه عندكم، لي فريز ولا بانان ولا ومكسرات. تقدروا الكاوكاو وشنو ما ديباسيوش 5 حبات. سينون الجوز رايح يعاوننا بزاف باش نحرقوا الدهون اللي كاين في الجسم. بيان سور باش نحليها باش تجي موان بنينه شويه، ندير لها العسل الحر. هاي ليك انايا اون توليكا كنت تاني كان عندي في الفريجيدير لو جو تاع بانان مع مشماش. جون بروفيت باش ناخد شويه منه مع الصباح. وهذا هو البتي ديجني تاعي. جوست موراها انا دوك نروح ناخدو، ومن بعد ذيك نعاود نولي لكم رايحين نديروا اليوم الرشته ان شاء الله. نعم ليك بالنسبه للمكونات اللي نسحقوهم تاع الرشته. هنايا للمرقه عندي 4 حبات بصل متوسطين مقطعين كيما راكم تشوفوا، رقيق بزاف، لازم يكونوا رقاق. هنا عندي كميه تاع اللفت، نتوما ديروا شحال ما حبيتوا، انا حنمرق بزياده دونك راني كثرت الخضره. هنا برك معلومه بالنسبه للوصفه الاصليه تاع الرشته، يجي فيها البصل واللفت برك. هدا ما كان القرعه ما نديروهاش، مي فيكو كاين بزاف من افراد العائله ما ياكلوش اللفت، دونك جي بريفيري نزيد حبيبات تاع قرعه باش نقدروا ناكلوهم، باسكو انا وحده ما ناكلش اللفت. دونك هنا كيما قلت لكم نسحقوا 4 حبات بصل، نسحقوا كميه تاع اللفت، نسحقوا بون 3 حبات قرعه. هنايا كان عندي نص صدر تاع دجاج. انا الحميصه هنايا كنت طيبتها، درتها في لاكوكوت، درت لها شويه فلفل كحل شويه ملح وطيبتها. هنا عندنا بالنسبه للتوابل فلفل كحل، قرفه تاع العود باش المرقه تاعنا ما تجيناش فونسي، ونزيدو كميه بيان سور تاع الملح. نروحو هنايا نشوفو تو سويت طريقه التحضير. انا هنا كنت حطيت البصل تاعي او ميم طون مع الدجاج يتقلاو لي مع مغرف تاع سمن وربع مغارف تاع زيت. السمن راهو رايح يعطي لها ذوق هايل. بعد ما تقلالي ودبال لي البصل ما تحمروهش، لازم قسمه يدبال برك. هاي ليك نزيد التوابل تاوعي، فلفل كحل كيما قلت لكم، قرفه عود وشويه ملح. هاي ليك انا نحركهم شويه، ومن بعد تيك هنا راني رايحه نضيف عليهم اللفت تاعي. يعني بعد ما يدبلنا البصل والدجاج ياخد كيما نقولوا تقليه تاعو، هاي ليك كيفاش انا قطعت اللفت تاعي. الحبه كي تكون كبيره تقسموها على 4، وإلا كانت صغيره قسموها على 2 هكذا. ومن بعد كان هنا كان عندي مرق الدجاج راني مرقت به، مي شوفوا الفلفل الكحل اللي ترسب لي لتحت ما نديروش باسكو راني درت ديجا في المرقه تاعي الفلفل الكحل، دونك هذا نرميه. وهاي لك هنايا كنت فيلميت الحميصه كي زدتها مور التمرق، بصح ما على باليش تفاصات لي ولا ما ستهاش. واش عليه نتوما زيدوا الحميصه، شوفوا كي تضيفوا اللفت ضيفوا الحميصه مرقوا. وهاي لك هنا راني نكمل التمرق تاعي بالماء، ما سخون بيان سور باش تجيكم الماكله بنينه. هاي ليك انا دوك هنا نغلق عليها بلوتو نغطيها،
نخلي حتى اللفت تاعي طيب لي 80% هكذاك، ونعاود نولي نشوفو بقية التحضير. اونتر طون هايليك الساشي تاع الرشته تاعي راني فرغتو. شوفوا كيفاش ديروا لها باش تحلوها. انا بون هنايا الرشته تاعي ساعدتني، كانت جون ما فيهاش العقد، باسكو هي دابيتود يجو فيها العقد. نتوما كي تصيبوا عقد سيو حلوهم وبلا عقل بلا ما تفتتوها بيان سور. هايليك نقعدوا نسيو ونحلو لها كامل العقد اللي فيها حتى اللي نحسوها ولات خفيفه ومحلوله كامل. هاي اللي كي تصيبوا نتوما هكذايا هادو دو بريفيرونس نحوهم. من بعد كان هنا كانت عندي بلوتو ديت كميه تاع ليدام قيس مغرف هكذا كبيره، ذوبتها ونضيفها كيما راكو تشوفوا، ونسي ندخل كامل هذاك ليدام في الرشته تاعي. يعني طريقه سهله ماشي. بعد ما دخلته بيان نروح نديرها في الكسكاس. مي قبل ما ديروها في الكسكاس شوفوا هذه لاستيس، انا ندهن الكسكاس تاعي بالليدام. نتوما حبيتو دهنوه بالزيت ولا بالسمن باش هكذا الرشته تاعكم كي تفور ما تيبسلكمش في الحواف. هاي ليك نحط الرشته تاعي بيان سور من جون ما نلبزهاش بيديا، نسي كيفاش نحطها هكذاك مفهفها جون اييغي. انا في هذه المرحله هاي طابت لي اللفت تاعي 80% كما قلت لكم. هنا نضيف القرعه. نتوما اذا درتوا الرش تاع الضياف نقولها ونعاودها، ما ديروش كامل القرعه حتى خضره ما تندار فيها، نديروا غير اللفت. وهاي ليك انا هنا نحط الكسكاس تاعي باش يفور. كي تشوفوا الفار بدا يخرج زيدوا له 10 دقائق حتى لربع ساعه وعاودوا نحوها باش نزيدوا نفتحوها. هنا انا اونتر طون راني رايحه باش نغسل تواقي، يعني نمشي نغسلهم تاع الزرزيق من نحيلهم برك هذوك لي تخاص اللي فيهم ميتو السجاج وكلش. هنا درت في الماء تاعي كميه تاع شامبوان كيما راكم تشوفوا ماشي بزاف، قسم غرف كبيره، ونزيدو عليها الخل. هاي لي كميه تاع الخل. استعملوا نتوما نيمبورط كال خل كان عندكم في الدار. بيان سور شامبوان راهو رايح يقتل لنا الريحه تاع الخل، يعني ما توليش تبان بزاف ريحه الخل. هاي ليك شيفونه اللي تكون عندكم سبيسيال مسحوا بها بيان سور. هنا اول حاجه انا راح نبدا بالطاقه تاع الكوزينه. دوك نشوفوها كيف كيف نمسحها دابور بهذا الخليط اللي وجدته. من بعد راني رايحه نعاود نمسحها بشيفونه ميكرو فيبر، هذوك تكون ناشفه ما تشمخوها ما والو. وهي ناشفه تعاودوا تجوزوا على الطاقه تاعكم بيان سور الزجاج والكادر. كيما قلت لكم انا راح نبدا بالكوزينه ومن بعد نروح ندير الطاقه تاع الصالون، من بعد الباب تاع الزنقه، وتشوفوا ديك النتيجه المبهره في الزجاج تاعكم. راح نوريها لكم من بعد. نخليكم انا هنا مع الفيديو.
وهنايا هاي لك النتيجه تاع الزجاج تاعنا كيفاش راهي غيتبان كوم سي ما كانش كامل زجاج، ما كانش كاع تاقه، الوغ كو هاوليك راهو فريمون راني غير لقيت تاقه وراهو كاين زجاج. فريمون كيما قلت لكم هاد الخلطه والله غير رهيبه هايله بزاف. نتوما كي تبداو تمسحوا في الديبي يبان لكم كوم سي راهو ملبق، نتوما صبروا عليه، جوغ جوزوا بهذاك الناشف، صبروا عليه خلوه حتى ينشف ويعطي لكم نتيجه مبهره هايله ما شاء الله. هايك هنايا بيان سور نعاودو نولو للرشته تاعنا، ما ننساوهاش هي تاني. بعد ما فارت التفويره الاولى نعاود نفرخها انا في الجفنه. بيان سور هذيك كي لصقت من تحت سي تو تافي نورمال، على جال لا فابور كي كانت تطلع على لتحت كامل. نتوما سيو حلوها بلا فورشات بيان سور. البلايص وين تشوفوها ما حبتش تنحل نحوهم. هاي اللي كان نعاون بالفرشيطه باسكو فريمون الرشته راهي سخونه تشلفط. وانتوما دو بريفيرونس مادام سخونه فتحوها هويوها بيان سور، ومن بعد تيك سيو كيفاش ديروا لها شغل تغارات هكذايا باش تتهوى لكم بالخف. وانا اونتر طون نحيت في الكاسرونه شويه من المرقه باش هكذا غير تبرد المرقه اللي في الكاسرونه وتبرد لي الرشته تاعي تتهوالي، راني راح نسقيها بالمرقه تاعها. وهاي لك هنا المريقه تاعي بردت لي كيما راكم تشوفوا. بيان سور الرشته تاني بردت لي باسكو لو كان ديروها هكذاك هذيك سخونه وهذيك سخونه راهي رايحه تتعجن لكم. ندير انا بور لو مومون زوج غرارف كيما نقولوا، ومن بعد نسي ندخل هذيك المرقه باش ما تتلبزليش الرشته تاعي. من بعد نزيد دولوش تاني. نتوما سا ديبون الرشته تاعكم شحال ما شربت، ماشي تروحوا تشمخوها بزاف بيان سور. هاي ليك زدت انايا كيما قلت لكم زوج غرارف، وهادو كنخليها تتهوى قيس ما تنشف شويه من هذيك المريقه تاعها. من بعد تو سويت نعاود نديرها في الكسكاس اون دوزيام فوا، نحطها كامل ونحط فوقها 3 لوزات تاع سمن بيان سور تاع ليدام باش هكذا ما تتلبزليش. نعاود نقولها مادام راهي تفور وهذاك السمن راهو يدوب فوقها، دونك راهو رايح يساعدنا باش ما تتلبزش. انا نحطها من بعد غير نكمل نحطها فوق القدره تاعي اللي راهي مازالت المرقه تاعها طيب. نخليها كي تفور بيان سور روحوا نشوفوها في طبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي تاع الطبق تاعنا. هاوليك نتمنى يكون نال اعجابكم. كيما قلت لكم نعاود نوصيكم باسكو كانت طلبت مني مشتركه قالت لي انايا نسكن في عين تموشنت من الغرب، قالت لي راني راح نتزوج في الجي، ماذا بك رشته اللي درتيها في العيد تعاوديها لنا. دونك نعاود نوصيك اذا درتيها لضياف ولا لفت برك في المرقه، بالنسبه للخضره لفت برك، مي بصح اذا درتيها هكذا اونتر فامي ما بيناتكم ولا واش عليه ديري فيها الخضره كيما حبيتي. هاي ديك المريقه تاعنا كيما وريتها لكم جات ما شاء الله. كيما قلت لكم نتمنى الطبق الجزائري، هذه لازم نقولها الطبق الجزائري الاصيل يكون عجبكم. هنا نكونوا لحقنا لافين تاع لا فيديو. نتمنى تاني الخلطه تاع الزجاج هذيك اللي نمسحوا بها تكون عجبتكم مالغري سمحولي. فريمون درت لكم مقتطفات برك على كي كنت نقي في الزجاج باسكو كيما سيت نفيلمي كنت نبان في لا فيديو يسمى قطعت بزاف من الفيديو. دونك وريت لكم الفايده تاع الصح هي في الخلطه هذيك الوصفه تاع الخلطه كيما قلت لكم مغرفه شامبوان شويه خل وانتم درتوا العفاف. دونك هنا نكونوا لحقنا لافين تاع لا فيديو. ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع حباباتكم باردون، وما تنساوش بيان سور تدعموني بجام، واللي مازال ما اشتركوش نعاودها لكم ما تنساوش تشتركوا اذا حبيتوا بيان سور. بقاو على خير.
تهلاو في رواحتكم، وإلى فيديو لاحق إن شاء الله. سلام، باي باي.